أهلا ومرحبا بكم في قناتي نورتوني. اليوم باش نعملوا وصفة كوكيز بالكاكاو. باش نبداو وصفتنا بالمكونات اللي هما: باش نبداو بالزبدة 125 جرام، ذرة ملح، 100 جرام سكر، 100 جرام بيبي دو شوكولا، 80 جرام فاكهة، كعب عظم، زوز مغارف كاكاو، باكو خميرة، زوز فاني. ومن بعد باش نستحقوا للوصفة هذه 200 جرام فرينة. أكيد البنات باش نستحقوا للفرينة تكون مغربلة. توا باش نبداو في وصفتنا، نحطو الزبدة، من بعد باش نلحقوا عليها السكر. أما باش يكون سكر حبيبات ماهوش السكر الرطب، معناها السكر العادي متاعنا. توا البنات باش نحطو الكاكاو، باش نحطو مغرفتين كاكاو. هاكا أنا ما حطيتوش الكل على خاطر أنا حطيت أكثر، معناها خديت جوست مغرفتين. بعد باش نكملو نلحقو سكر فاني أو كزوز باكوات. أنا نختار السكر الزهر، نحسو يبنن خير من سكر الفاني العادي. باش نكملوهم هذوكم توا باش نخلطوهم مع بعضهم، خلطوا مليح للي يتلموا مع بعضهم كل شيء. البنات وصفة سهلة على الآخر، ما تشدش وقت، ما تتكلفش، حاجة بنينة على الآخر، شوية وسعبال وكهو، ما فيها حتى شيء. باش نكملوا هذوكم توا نلموهم فيسع فيسع. البنات تحضر، ما تقلقوش رواحكم معناها. ما تنساوش عاد البنات باش تعملوا لي ابوني باش تقدم قناتي وتكبر بيكم وديما ان شاء الله تشوفوا مني كان الخير. هاكا بديت تتلم توا انا مش نجم فيها، راهو نلم فيها لمين لم وكها. خاطر من بعد باش نكملوا المكونات الاخرين. راه هاكا حطينا العظمه، ومن بعد حطيت البيبي دو شوكولا، ومن بعد حطينا الفاكهة الكل اللي هي ديكا بفريوة ولوز ولوز أبيض كلهم. طريف ملح، جوست الملح باش نكهو بيه ديما أي حاجة حلوة نعملو فيها ملح باش تعزز النكهة متاع الحاجة الحلوة. طب باش نكملو نحطو الفرينة متاعنا، نبدو نحطو بشوي بشوي كيما تعرفوا الفرينة كل فرينة وكيفاش. كمان لحقنا باكل خميرة باش نكملو نلموها توا تتلم معانا بالكدا بالكدا، ونشوفو في الآخر. البنات عادة ما خليتوليش كومنتارات باش نعرف الوصفة اللي فاتت عجبتكم والا لا. شنو الحاجات اللي نجم نحسن فيهم. انا ناخذ رايكم اكيد ومازلت مازلت مبتدئة ومازلت نتعلم ونقبل كل شيء، معنا نقبل نقد، نقبل كلامكم الكل. مرحبا بكم البنات في قناتي. توا البنات حضر الكوكيز متاعنا باش نبداو نعملوا فيهم الكل كعبر مش صغار. الحقيقة أنا الكوكيز ما نحبوش كيف يبدأ كعبة صغيرة، نحب كعبته تبدأ كبيرة يعجبني. وكل واحد البنات عنده حرية الاختيار، معناها كل يحب يعملوا كعبة صغيرة، يحب يعملوا كعبة كبيرة، كل واحد وذوقه معناها. مش حاجة لازم يكون كبير ولا لازم يكون صغير. أما أنا نفضل يكون كعبة هكاكا كبيرة. نكملوهم الكل البنات بنفس الطريقة. هاكا البنات مازلت مواصلة معاكم في لمجة الصغار وفي الحاجات اللي زوم جوتي للقارد للروضة، حاجة نظيفة وصحية وما فيهاش حتى حاجة معناها تخوف على صغارنا. توا باش نكملو الطبق الكل. هما الحقيقة ما جاونيش طبق هذا كهو، جاوني زوز أطبقة. توا البنات باش نكملوهم، باش نكملو نجيبو البيبيت، باش نجيب بيبيت دو شوكولا باش نعمللهم توا البيبيت كيما غادي تشوفوا معايا.
حاجات كيف من هكا ما تشدش الوقت البنات، وسعوا بالنا وكهو معناها كل شي بوسع البال. إن شاء الله يعجبكم وإن شاء الله تجربوه و والله تبارى سهلة وبنينة ماهيش صعيبة بالكل، وأنا الحمد لله ولدي عجبته برشا هو في العادة ما يحبش الحاجات اللي بالكاكاو وكل، أما عجبته بنينة شيخة عليها المهم. هاذاك شنوا نحبو نحنا نحبو صغيراتنا نحبو الحاجة اللي نعملوها ناكلوها ما تبقاش مطيشة معناها. الحقيقة أنا كلاوها ما بقاش منها حتى شي معناها فيسع فيسع وفات. même pas فيسع كملوها. كملوا البيبيت ونتعداو توا باش نهزهم نحطهم في الفور على 180 درجة. كل واحد والفور متاعو البنات الحقيقة، واحد من 25 دقيقة أنا شدت لي 25 دقيقة. هاكا حضروا البنات سي بون. راكم تشوفوهمش هكاكا يمكن تصوير ظلمهم في الحقيقة جاو بنين ومزيانين وكل. وإن شاء الله تجربوها الوصفة متاعي وإن شاء الله تعملوا لي أبوني البنات، وإن شاء الله كل وصفة نقدمها تعجبكم وكها. أنا وعائلتي البنات من النوع اللي نحبو ديما عندي حاجة حلوة في الدار، ديما نحبو حاجة حلوة. أكيد 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 البنات بعد ما طابز الكوكيز يلزمني نعمل قهوة عربي نعمر بها راسي. الحقيقة كل عشية لازمتني قهوة استانست بها. مستانسة بها في دارنا بقيت نحس فيها الانتيميتي متاع دارنا كل عشية نعمل قهوة عربي. هي قهوة عادية ما فيها حتى شيء أسهل من القهوة العربي ما فما حتى حاجة. الناس الكل تعرف تعملها القهوة العربي نتصور كل واحد وطريقته، أما الناس الكل تعرف تعملها كيف ما يقولوا البنات القهوة كيف معناها مش ناس كل تحبها، أما اللي مغروم بالقهوة يشوفها حاجة أخرى معناها حتى مهما تكون بسيطة راهي حاجة كبيرة بالنسبة ليه. الفيديو متاعنا قريب يوفى البنات، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا معايا وإن شاء الله عجبتكم الوصفة. وبيان سور مع القهوة العربي هذي لازم كعيبات كوكيز من الدار. في الآخر البنات نقولوا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله عجبتكم وصفتي وإن شاء الله تشجعوني وتعملوا لي أبوني وباي باي.